اختتم المنتخب الوطني المغرب الرديف آخر حصة تدريبية يوم الأحد تحضيرا لمواجهة منتخب الإمارات يوم الاثنين في نصف نهائي كأس العرب 2025 في قطر، في أجواء يسودها تركيز عالي وانضباط كبير من اللاعبين. التدريبات الأخيرة شهدت وضع اللمسات التكتيكية النهائية وتصحيح بعض التفاصيل الفنية من قبل الجهاز الفني بقيادة طارق سكيتيوي، الذي شدد على أهمية التركيز الذهني قبل المواجهة الحاسمة. من أبرز المستجدات الحصة التدريبية عودة أشرف بن شرقي إلى الميران بعد فترة غياب بسبب الإصابة، حيث خاض تدريبات فردية، ما قد يمنح الطاقم الفني خيارا إضافيا قبل المباراة. وأكد طارق سكيتيوي أن المنتخب المغربي يدخل اللقاء بأجواء إيجابية عالية، وأن الهدف الوحيد هو الفوز والتأهل إلى النهائي. نعم الجهاز، وهو السؤال الأكثر تداولا حتى اللحظة هنا، بل ربما خلال دقائق القادمة نعرف